يا مساء الجمال يا جمال الفطير الفلاحي المشلتت. هعمله لكم النهارده بطريقه مميزه جدا، سهله جدا، من غير بقى ما تقعدي تورقي بقى ومن غير ما تلف كتير. حاجه سهله قوي، لو واحده حتى مبتدئه او اول مره تدخل المطبخ هتعمله بمنتهى الجمال والسهوله. شوفوا قد ايه ما شاء الله طري. وعايزه اقول لكم الكميه دي والله من 4 كوبايات دقيق او نص كيلو من الدقيق عملت الكميه دي. هوريكم قد ايه مورق ما شاء الله، حلو قوي قوي جميل. ولا تروحي بقى تشتري من الفرن بقى، شوف ما شاء الله الطبقات، ولا تقعدي بقى تفردي كتير ولا تورقي كتير ولا اي حاجه. هقول لك بقى طريقه سهله جدا جدا، عمره ما يفشل منك ابدا، وكمان يطلع ازاي معاكي طري وجميل قوي زي ما انتم شايفين كده. تاكلوا بقى مع عسل اسمر بقى، مع حته جبنه قديمه. بصوا جميل جدا. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو. مبدئيا كده انا كان معايا نص كيلو دقيق، بس للاسف الحته ديت اتشالت من المقطع وانا بعجنها. نص كيلو دقيق انا حطيته عجنته بصراحه في العجان، او ممكن تعجنيه على ايدك تفضلي تعجني فيه. هو عباره عن نص كيلو دقيق ومعلقتين من السكر وربع معلقه صغيره من الملح وشويه ميه تعجني بيهم يكونوا مدافيين عشان الجو برد معاكي قوي. تمام. ما حطيتش خميره، ما حطيتش بيكنج باودر، ما فيش اي حاجه. عجنته كويس جدا 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 لغايه ما بقى طري معايا عامل زي اللبانه كده، طري معايا جدا ومش مخرز. بدات ان انا اقطعه على طول، انا ما سبتوش يرتاح، قطعته الكورتين. نص كيلو دي دول قطعتهم لكورتين، سبت الكورتين دول غطيتهم وسبتهم حوالي نص ساعه. بعد نص ساعه هم مش بيخمروا طبعا بس بيرتاحوا عشان اعرف اعمله. هبدا ان انا افرده زي ما انتم شايفينه كده، هفرده مستطيل يعني بالطول كده زي ما انتم شايفين طولي كده. تمام. طبعا هو مش رقيق قوي ولا تقعدي تفردي بقى ولا تشدي، ولا هو الرقه قوي زي ما انت بتعملي الفطير. حطيت طبعا فوق دقيق وتحته دقيق علشان اعرف افرده كويس. انا على قد ما اقدر قصرت لكم الفيديو علشان ما يطولش عليكم. جبت كده بقى معلقه من السمنه بقى البلدي بقى، يا سلام عليها وعلى جمالها. السمنه البلدي ديت بقى في البيت، ما عندكيش سمنه بلدي يبقى زبده على زيت، او سمنه بلدي على زيت، او سمنه عاديه على زيت. بس عايزه اقول لك طبعا ما فيش احلى من السمنه البلدي. وبعدين الكميه اللي معايا ديت مش هتاخد اكتر من 3 معالق كبار سمنه بلدي زي ما انت شايفه كده. فردته، وبعد ما فردته كده حطيت طبقه خفيفه كده من السمنه البلدي. تمام. هبدا بقى ان انا الف رول. المقادير والمكونات هسيبها لكم طبعا في صندوق الوصف زي ما انا معوداكم. صندوق الوصف دوت اللي مش عارفه يتك على عنوان الفيديو هيدخله على طول لصندوق الوصف. سهل جدا ما فيهوش اي حاجه خالص لغايه كده. تمام تمام. انا فردته عادي على دقيقه هو زي ما قلت لكم، وحطيت عليه سمنه بلدي على خفيف كده زي ما انتم شايفين، مش مليته وغرقته يعني. وهبدا بقى ان انا الف رول وهقفله كده وبس كده خلصتها. ايوه كده خلصت. دي اكتر مرحله وسهل جدا ما فيهاش اي حاجه. طبعا انا كان معايا التانية بقى، هحط ديت مكان ديت بس هرجع تاني اشيلها واحطها واحط عليها زيت من فوق ومن تحت واغطيها. بصوا عامه يعني هي بس هي اتثبت كده بقى، وهسيبها لغايه كده. هسيبها نص ساعه كمان ترتاح عشان يرتاح معاكي كويس جدا وتعرفي تفرديه. كل مرحله بتسيبيه نص ساعه او اقل حاجه خالص خالص ربع ساعه تلت ساعه. انا جبت اللي بعدها حطيت فوق دقيق وتحت دقيق، وهبدا برضو بنشابه بقى بايديكي وتبداي تفرديها زي ما قلت لك كده، معلقه كده من السمنه البلدي، وهبدا ان انا اوزعها كده على الفطيره وهي سمكها زي ما انتم شايفين كده، مهوش تخين ومش رقيق. خلاص لفيتها رول اهوت. هبدا بقى اجيب صينيه واحط معلقه زيت كده في الصينيه، واحط فيها معلقه زيت برضو بعد ما لفيتها كده من فوق ومن تحت، واسيبها كده متنيه كده واسيبها على جنب ترتاح. واختها برضو هجيبها جنبها كده واحطها برضو الاتنين وهغطيهم، وبرضه احط عليها زيت زي ما انا حطيت في الاولانيه كده بالظبط. طبعا لازم تحط فوق وتحت كده زيت كده، يعني معلقتين زيت، معلقه كده ومعلقه كده، المهم علشان وشها برضه ما ينشفش، والزيت بيحافظ على قوامها طبعا. وهبدا ان انا احطهم زي ما انا حطهم كده، وكمان هديها نص ساعه راحه، يعني بين كل مرحله ومرحله نص ساعه علشان تاخدي نتيجه كويسه. اغطيها بقى واسيبها كمان نص ساعه. يعني انت مثلا لو انت هتعمليها الغدا ولا حاجه، ممكن تبداي تعمليها قبل ميعاد الغدا بساعتين ولا حاجه، بحيث ان انت تدي لنفسك براح وتعمليها براحتك ما تبقيش مستعجله. تمام. بعد نص ساعه بقى هبدا خلاص بقى اشتغل فيها. كان عدى عليها نص ساعه. هجيب اول واحده كده. بصوا بقى طريقه الفرد سهله جدا جدا جدا. اي واحده مبتدئه لسه داخله المطبخ او بتخاف تعمله سهل جدا. معلقه زيت كده على الرخامه قدامي، وحطيت الطرفين على بعض، وهبدأ بقى ان انا برضو افردها مستطيل عادي. هفرد زي ما انا بفرد. تفردي بايدك، هي كده كده مرتاحه تتفرد معاكي براحتك، تفردي بنشابه براحتك عادي خالص مفيش اي مشكله. وهبدأ ان انا افردها على قد ما اقدر. تمام. لغايه هنا وسهله جدا اهي. بس اهم حاجه امانه عليكي لو استفدت من الفيديو ما تنسيش تحط اللايك والتعليق الحلو الجميل اللي بيشجعني وبيخليني استمر معاكم. يا ريت ما تنسوش برضو الاشتراك في القناة حبايب قلبي، واللي يشترك يفعل زر الجرس ويختار كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا اشعار بفيديوهاتي.
باحاول إن أنا بالراحة كده أدخّل فيها هوا كده على قد ما أقدر وأشدّها، لو اتقطع منِّك حتّة عادي ولا يهمِّك ما بتبانش خالص أي قطع فيها، بس على قد ما باقدر كده إيه، باحاول إن أنا أخلّيها بقى في المرحلة ديّة رقيقة، يعني مش عايزة أتخّنها، عايزاها شوفي يعني الرخامة من تحتها باينة زي ما أنتم شايفين، مش عايزة أي حتّة تخينة فيها تمام، أيوه شكلها منعفش، شكلها مش متساوية أوي، فيها حتّة اتقطعت ولا يهمِّك. عندي بقى معلقتين قشطة كده من على وش اللبن أو 3 معالق قشطة، حطيت عليهم معلقتين زيت، وبدأت إن أنا أقلّبهم كده، عندِك قشطة بس حُطّي، عندِك سمنة على زيت برضه ممكن تحُطّي، بُصّوا زي ما أنتم شايفين كده معلقتين كده بُساط كده، حطيت عليهم شوية زيت أهوّة، وهابدأ إن أنا إيه، أجيبها كلّها كده وهابدأ برضه إن أنا أوزّع القشطة ديّة، بصراحة فطير فلاحي يعني سمنة بلدي وقشطة، عايزة تاكلي فطير فلاحي صح، سيبكم بقى من فطير الأفران اللي إحنا بنشتريه دوّة، اللي بيبقى كلّه معمول بزيت وسمنة مش معروف مصدرها، لأ لو أنتِ عايزة تاكلي حاجة فلاحي تفكّرِك كده بريحة زمان كده والفلاحين وحلاوة وجمال الفلاحين، يبقى القشطة والسمنة البلدي، زي ما أنتم شايفين كده أنا طبّقت الطرف ده على الطرف دوّة، وجِبت برضه مسحة بسيطة زي ما أنتم شايفين كده من القشطة على زيت، تمام، يعني لو ما عندِك معلقتين 3 كده من على وش اللبن هتعملي بيهم النُص كيلو فطير دوّة، زي ما أنتم شايفين كده، وهابدأ بقى إن أنا ألمّهم كلّهم مع بعض كده الأطراف أهي، بس أيوه خلصت الفطيرة، ما خدتش منّي أي وقت إطلاقًا، سهلة جدًا في فردها وسهلة جدًا في عمايلها، باقول لِك يعني ممكن تعمليها بُصّوا أنا عايزاكم بعد الفيديو دوّة تقوموا بجد تجرّبوها. يعني تقوموا بُكرة كده تجرّبوها كده، جميلة جدًا ما شاء الله حلوة أوي، الغدا منجزة جدًا، حلوة أوي، بُصّي هي مفتّحة أهيّة وطبعًا وأنا باقفّل فيها مش راضية تتقفل علشان خاطر بتتزحلق من الزيت، ولا يهمِّك عادي خالص هتعمليها كده وهي هتقفل وكل حاجة، هاحطها طبعًا على الطرف اللي ما بيقفلش دوّة هاحطه لتحت، بس وهاسيبها بقى كمان ترتاح حوالي مش أقل من نُص ساعة، تِلت ساعة، لمّا تبقى مستعجلة أوي. أنا بصراحة استعجلت عليها فردتها بعد ربع ساعة وهاقول لكم دلوقتي هي فردت معايا والّا لأ، تمام، هاجيب بقى الفطيرة التانية أهيّة وهاعمل فيها زي ما أنا عملت في الأولانية بالضبط، معلقة كده من الزيت على الرخامة تمام، وهابدأ إن أنا أحط الطرفين على بعض، بُصّوا من الطرف الأولاني على الطرف التاني، وبإيدي الأول كده هالزّقهم كده ببعض، وبإيدي الأول هابدأ إن أنا أفردهم وأدخّلهم مع بعض، عايزة أقول لكم بقى طبقات وما شاء الله طراوة، وهاقول لكم إزاي الفطير لو طالع معاكِ ناشف من الفرن لإن الطبيعي إن هو بيقعد معاكم ناشف، إزاي يبقى طري ويبقى جميل جدًا معاكِ تمام، هابدأ بقى إن أنا أفردها زي ما أنا بافردها كده، واحدة واحدة كده، مش هاطوّل عليكم برضه، هاجيب لكم بعد الفرد أهوّة وبادخّل فيها هوا وباحاول إن أنا أشدّها شمال ويمين، زي ما قُلت لِك لو مش متساوية معاكِ، لو اتقطّعت منِّك عادي خالص ما بتبانش، وهتشوفي شكل الفطيرة دلوقتي في الآخر قد إيه شكلها حلو ومتساوية ومتناسقة وجميلة جدًا. بقية القشطة بقى هاجيبها أهوّة مع الزيت، وهابدأ بقى إن أنا أنا كنت بصراحة خلّصتها جِبت كمان معلقة، المهم يعني هو حوالي 3، 4 معالق بالكتير أوي قشطة من على وش اللبن كده حوّشيهم وحطّوهم في جنب، واعملي بقى نُص كيلو ما شاء الله عمل لي فطيرتين محترمين، مش هاقول لكم صغيّرين، محترمين وهتشوفوهم معايا دلوقتي، هُم 4 كوبايات دقيق والله العظيم أنا ما كتّرت ولا زوّدت عن 4 كوبايات من الدقيق. خدوا معايا مَيّة قد إيه، المَيّة اللي أخدوها أنتِ ابدئي من أول كوباية مَيّة، حطّوا كوباية مَيّة، الدقيق مش زي بعضه. نوع الدقيق اللي أنا مستخدماه دوّة متعدد الأغراض، أنا جايباه عادي من عند العطار عادي ما فيش أي مشكلة، مش جايباه متخصص للفطير ولا أي حاجة، بس اللي أنا باجيب منه عارفة إن حاجته نضيفة، يعني قُلت له عايزاه للفطير يعني يكون أعمل منه فطير أو كده، قال لي: "ما فيش مشكلة خدي دوّة." عادي جايباه من الشكارة عادي يعني، اللي هو فاتحها بيبيع منها تمام، سهلة جدًا كلّه تطبيق في بعضه في قلب بعضه كده أهوّة زي ما أنتم شايفين، وهابدأ إن أنا أدخّلهم في بعض، طبعًا مش هيدخل معاكِ بسهولة لإنها بتبقى فيها زيت وفيها سمنة، فهتلاقيها صعبة، بس أنتِ هتسوّيها كده أهم حاجة من فوق، والطرف اللي تحت دوّة هتحطيه في هو اللي تحت المفتوح دوّة هو اللي هتحطيه في الصينية. تمام، ديّة الصينية اللي أنا هاعمل فيها التانية، فجبتها وقُلت أحُط على وشّها قشطة كده، عايزة تسيبيها وهي كده، كده على وشّها زيت وتبقي بعد ما تفرديها تحُطّي ما فيش أي مشكلة. جِبت أول فطيرة ارتاحت معايا أهيًا، كان عدّى عليها حوالي تقريبًا ربع ساعة، وأنتِ بقى بتفردي الفطير كده في الآخر، ده آخر مرحلة، ممكن تلاقيها بتكِش معاكِ أو كل ما تيجي تفرديها تلاقيها بتتفرد بصعوبة جدًا زي ما هي عاملة معايا دلوقتي، مش بتتفرد بسهولة كده. هاسيبها كمان 10 دقايق، يعني وأنا بافردها كده هاسيبها 10 دقايق، أغطّيها وأسيبها 10 دقايق وأرجع أفردها تاني هتلاقيها بتتفرد معاكِ بكل سهولة، تمام؟ اتفردت معاكِ تمام أهوًا، أنا باحط على وشها كده باحب أحط على وشها شوية قشطة على زيت كده حلو أوي، عندِك معلقة سمنة بلدي تحطيها براحتك، سمنة على زيت برضه براحتك، بس أنتِ عايزة تاكلي فطير فلاحي صح، هو مش هتكلفِك كتير، 4 معالق من القشطة، و4 معالق من السمنة البلدي، ومعلقتين 3 زيت، خلاص خلص الفطير، وهتاكلي أحلى فطير لو أنتِ اشتريتِ الفطيرة دي من برّه بالسمنة البلدي من حد ضامناه، مش من أي حد يعني، واحدة بتعمل في البيت وضامناها وكده، هيقول لِك مش أقل من 110 و120 والحاجة غالية، لأ أنتِ هتعمليها في بيتِك مش هتكلفِك كتير، تمام؟
وطبعا زي ما انا قلت لك طريقه فردها سهله جدا، مفيش اسهل منها. ودي الفطيره التانية، كنت برضو فردتها فردتين كده لقيتها بتلم، قلت اما افردها اغطيها واسيبها 5 دقايق عم اعمل عم اولع الفرن. طبعا انا ولعت الفرن للكلام ده كله وانا مولعه الفرن على درجه حراره عاليه جدا، اعلى درجه حراره في الفرن، وبحطها على صاجة الفرن مباشره. وبولع برضو الشوايه من فوق، يعني بولع من فوق وبولع من تحت. تمام. الفطير ما بيقعدش في الفرن كتير، الفطير عايز درجة حرارة عالية جدا، لأن درجة الحرارة الهادية بتهبط الفطير، بتخليه ناشف جدا. تمام. هوريلكوا برضو هو في الفرن اهون. انا حاطاه في فرن البوتاجاز بتاعي العادي، انا مش عارفه باين واضح ولا لا، منتفخ بسم الله ما شاء الله، منتفخ جدا، بس يمكن الكاميرا مش موضحاه، هو كان ما شاء الله منتفخ جدا. وشوفوا شكله عامل ازاي. وعايزه اقول لكم بقى ريحته قلبه ريحه البيت. ما طولش عليكم بقى، انا خلصته وطلعته، بروح جايه دهنه على وشه كده معلقه كده من القشطه، وده اختياري، او معلقه من السمنه البلدي اختياري. احنا بناكل حاجه في بيتنا نظيفه وحلوه، احنا اللي بناكلها وعيالنا اللي بياكلوها، لازم ناكل احلى حاجه. ما تنسوش لايكات كتير للفيديو، كومنتاتكم الحلوه. وده الفطيرتين انا مغطيهم زي ما قلت لكم، عشان انت تطلعيه بتحس ان هو ناشف شويه وهو سخن كده. غطيه بستريتش راب، او غطيه بكيس تخزين، او غطيه باي حاجه، او بفوطه حلوه كده. لغايه هو دلوقتي كان معايا دافي لسه سخن كمان. وعايزه اقول لكم بقى في منتهى الجمال، انا بحبه كده جدا، انا ما بحبوش اللي هو طري قوي، يعني هو من قلبه طري جدا، ومن بره مقرمش سيكه مش قوي يعني، بس تحفه جدا. شويه عسل بقى اسمر كده، حته جبنه قديمه، نعيش بقى عيشة الفلاحين، احلى عيشة طبعا، وتاكلي بقى احلى فطير. عايزه اقول لكم ريحته مفحفحه ماليه البيت، مورق. وهوريكم دلوقتي الطبقات بتاعته، ريحته جميله، طعمه اجمل بجد. انا عايزه اقول لكم اولادي كانوا مبهورين بيه، حلو قوي قوي، جربوه بجد هيعجبكم. دي كانت اول واحده معايا، ده انا كنت فردتها جامد، فكانت الرقاتها بتاعتها باينه جدا، وعامله زي الجلاش في اكلها حلوه قوي. انا حبيت دي اكتر، لان انا بحب الرقاق، يعني بحب الفطير كده، بحبه مش فيه طبقات كتير قوي، بس هو ما شاء الله مورق معاه وفيه طبقات كتير. التانية بقى فيها طبقات اكتر واكتر، يعني عايزاها كده براحتك كده براحتك. ديت كانت مفروده جامد فاهمه، كده يعني. التانية علشان مفروده شويه صغيرين، فكانت برضو تحفه جدا وطبقاتها اكتر. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.